السلام عليكم، ازيكم حبايبي ومتابعيني في كل مكان؟ عاملين ايه؟ معاكم ام محمود من قناة لقمة ولمة. النهاردة هنعمل مع بعض العصب الاصفر. زي ما انت شايفاه كده، العصب ده وبيكون الركب بتاعة العجل والعصب اللي بيكون في اللحمة. انا جايباه اعمله معاكم، فحابة ان انا اوريهولكم لان العصب ده طعمه خطير وطعمه في منتهى الجمال. طبعا هو عشان كان في الفريزر، انا مطلعاه فلازم تحطيه متجمد زي ما هو. هتغلي الميه الاول في قلب الحله وبعد كده تسقطيه، واي ريم بيطلع على الميه بتشيليه، ما تسيبيش اي ريم على وش الميه. هي هتاخد سوا ممكن من ساعتين ونص لثلاث ساعات، ده لو الحاجه صغيره، لو الجمل او العجل. خدي بالك، انا قلت لك لو هي صغيره هتاخد من ساعتين ونص لثلاثه، انما لو حاجه عجوزه ممكن تقعد بالاربع خمس ساعات على النار. وهنا البهارات السبعه وفلفل اسمر وملح وبصل، هحطه عليها وهي بتستوي في الشوربه. فانت عشان تسوي العصب بتسيبيه يغلي حبه، حوالي نص ساعه على نار عاليه، وبعد كده بتوطي النار خالص عليه. هنا العصب استوى معايا، يعني قولي مثلا تلات ارباع السوا. هاخده احطه في الحله، ودي معلقه دهنه ضاني هحطها عشان برضو تديله نكهه وريحه حلوه. طلعته من الشوربه، حطيته في قلب الحله، حطيت عليه البصل والملح والفلفل الاسمر والبهارات اللحمه، وهقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعضها لحد لما البصله تديك اللون اللي هو الذهبي. يعني انا مش هحمرها، لا انا هدني اقلبها لغايه لما نلاقي العصب، يعني لو في بواقي شوربه ولا حاجه تجيب ميتها وتاخد وتدي كده مع البصله. وبعد كده ده كيلو طماطم انا ضرباه، لان انا معايا العصب 2 كيلو ونص، فهحط عليه كيلو طماطم. وهزود طبعا كبشتين شوربه، وهخليه برضو يغلي غلوه واحده واوطي النار خالص، واسيبه بقى هيقعد حوالي ساعه على النار. يعني بعد ما انتي قعدتيه ساعتين ونص او 3 ساعات بيستوي في شوربه، بعد كده هيقعد كمان يجي ساعه على النار، بالطماطم او بالقوطه، لحد لما يشرب الطماطم خالص ويتكتك كده كله مع بعضه وينشف، ويبقى خلاص كده انت ايه تقولي ده خلاص هو ما شاء الله يعني شرب كل الصوص بتاعه. وبعد كده بقى هفضيه في صينيه وادخله زي ما انت شايفه معايا، ادخله الفرن، هيقعد في الفرن حوالي نص ساعه يتحمر، هيطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبألف هنا وشفا لكل اللي هياكل. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقدم في قلب الطبق وناكل من قناة لقمة ولمة. ما تنسوش تدعمونا بالشير وبالتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة لقمة ولمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.